فجأة كده وبدون أي مقدمات، كابتن علي ماهر الراجل قاعد في المعسكر بتاعه لا بيه ولا عليه، جاله تليفون من أحد المسؤولين في النادي المصري: الحق يا كابتن علي، اتحاد الكوره بعت لنا خطاب او جواب رسمي بيفيد بامتناعه عن ارسال الكارنيهات الخاصه بتاعت احمد عيد واحمد ايمن منصور. الكلام ده بيحصل امتى؟ قبل المباراه ب 24 ساعه. طبعا الكلام ده يربك حسابات اي جهاز فني، سواء هو هيعتمد عليهم اساسيا في المباراه او هيكونوا موجودين معاه على دكه البدلاء. وبعدين انت فين كاتحاد كوره؟ انت جاي دلوقتي قبل الماتش ب 24 ساعه تقول لي اللعيبه عندهم تحقيق يوم الاربعاء وان انا مش هبعت لك الكارنيهات؟ امال انت كنت فين بقالك شهرين؟ ما هو الدوري بقاله شهرين ونص خلصان، والاثنين لعيبه دول ماضيين بقالهم شهرين في المصري، ومصر كلها عارفه وتأيدوا وعقودهم راحت اتحاد الكوره واترفعوا على السيستم، وناس خدت مقدمات واتدفع لهم رسوم وكل حاجه. انت جاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ طبعا مستر كامل ابو علي والمسؤولين في النادي المصري الناس استغربت جدا، قال لك يا جماعه احنا ما عندناش اي مشكله